سي محمد، كما تنعرفوا كاملين السجن مدرسه تنتعلموا فيها بزاف د الحوايج وكتخاد منها بزاف د الحوايج. شنو هما الاشياء اللي تعلمتي في السجن وشنو هما الاشياء اللي تخدت من سي محمد؟ آه، ربما ذاك المجرم اللي اكتشف السجن النهار الاول انا قلت عنه مجرم لانه اقصى شيء ممكن انه يتحرم منه الانسان هو الحريه ديالو. والجميل جدا انه في التجربه المغربيه وفي التجربه تاع كثير من الشعوب انها ما كانتش كتسجن الانسان، كانت ربما كتحكم عليه بالنفي او كتحكم عليه بالطرد من المجموعه البشريه فاش كاين. ولكن رغم كل ذلك أقول بأنه رب ضارة نافعة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. السجن اكتشفنا منه أشياء، وفيه اكتشفنا الحقيقة عن المجتمع المغربي من بوجه آخر. اكتشفنا أشياء كثيرة اللي كان ممكن أنها ربما نخب سياسية باش تقرا في المدرسة وتقرا في الجامعة وتمشي تدخل الحزب أو تدخل النقابة وبعد ذلك بقى تتكلم على شيء أشياء معينة. متفقين هذا مهم، ولكن السجن بالنسبة للنضال السياسي في بعض الأحيان هو مصيبة، ولكن في بعض الأحيان يكون ضرورة. أشياء كثيرة يكون ما كناش في السجن ما كناش غادي نعرفوا المستوى تاع الأزمة، المستوى تاع الأمية، المستوى تاع التخلف، المستوى تاع الأمراض الاجتماعية. مستويات كثيرة جدا لا يمكن أن نعيشها إلا إذا كنا قريبين من النزيف الحقيقي الاجتماعي اللي كيتعاش في المجتمع المغربي. الضحايا تاع الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتربوي هادو ما غادي يمكنش تكتشفهم. هناك مجتمع سري يعيش في جميع المجتمعات الإنسانية، هو ذاك المجتمع في آخر المطاف اللي كيوصل في واحد المرحلة لأن المجتمع كيحاول ما أمكن يدمجه بواحد الطريقة عنيفة جدا أو أنه يقصيه ويسد عليه داخل الجدران باش ما يتكشفش العورة تاع الواقع المزري الذي نعيشه في هذا البلد. 2008 كتجربة كان مجتمع مغربي فيه خصائص معينة. الذي فاجأني بشكل كبير في هذه المرحلة هو أنه جيل كتير تاع 30 عام وتاع 20 عام شباب جاني غريب أنهم أميون، أنهم لا يعيشون إلا بالليل. مجتمع اللي كان ممكن أن هذه الشريحة العمرية أنها تكون في المدارس وتكون في الجامعات وتكون كتبني هذه البلاد هذه وتبني الغد وتعطي الأمل. كثير نسبة أكثر من 90%، أكثر كنقول أكثر من 90% كلهم شباب، كلهم كان ممكن أنهم يكونوا إيجابيين، ولكن في آخر المطاف لأن النخب السياسية ما عطاتش مشاريع تاع مجتمع، ما عطاتش أفكار حقيقية باش أنها تخرج بهذه البلاد من هذه البؤرة اللي عايشة فيها تاع الألم وتاع المعاناة. أتأسف كثيرا. جميع الأمراض اللي ممكن تطيح على بالك، من الاجتماعية، النفسية، الأمراض الجلدية، الأمراض تاع السلوك، كاينة في المجتمع المغربي بواحد الشكل قاسي. وغادي توصل في اليوميات هذه المراحل فاش غنتكلم عليها نكونوا على يقين بأنه يجب أن نفضح المستشفى. أن نتكلم عن واحد الفئة كبيرة في الشعب المغربي تعاني في صمت. سي محمد، إبان فترة الاعتقال ديالك كنتي كتكتب يوميات تحفيزية كانت أختك تقوم بنشرها، تقول أن المنطقة بحاجة لجميع أبنائها، لماذا يا ترى لم تستثني إبراهيم بوليد وقتها؟ شيء طبيعي غادي نعاود نقولها، الذي يعود إلى ما كتبته وأنا داخل السجن، وخصوصا رسالة الصلح والصفح اللي كانت معنونة برسالة أسير. وصلت لواحد المحطة فكرت جيدا، قلت بأنه يجب علينا أن نطوي صفحة الماضي طيا. قلت فيها بأننا أخطأنا في حق بعضنا جميعا، لذلك يجب علينا أن نتجه إلى المستقبل جميعا. تجارب كثيرة في التاريخ عرفت صراعات وصلت كاع المواجهات العسكرية والدموية وجلست الأرض. تجارب في أمريكا اللاتينية، تجارب في أفريقيا، في آسيا، هذه تجارب اللي وصلت لأنه سقطت فيها الملايين تاع الموتى وتاع الشهداء. حروب عالمية مشات فيها الملايين أرواح ضحايا وتريبت فيها شعوب وتريبت فيها حضارات اللي العمر تاعها آلاف السنين وفي آخر المطاف قسوا من بعد. وبالأحرى حنا وقع كاع بيناتنا في آخر المطاف، راه ولا جينا نحللو راه ما كاينش أشياء كبيرة. قلت يجب علينا أن نتجه إلى المستقبل جميعا. وفي نفس الوقت غادي نقول ونعاود نقولها وأظل أقولها حتى ألقى الله بوجه حسن إن شاء الله. هذا الوجه الحسن اللي كيأمن بواحد المنطق. أخطئ في حقي أنا كمحمد الوحداني، وراه كتبتها تاني في هذا العيد. أنا مستعد أن دائما أن أؤمن بهذيك الآية الجميلة جدا تاع والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس درجة الإحسان. اللي دار فيا شي حاجة كنعاود كنقولها وأكتبها دائما، أنا مسامح لي في الدنيا وفي الآخرة والجميع شهود على ذلك. ولكن الخط الأحمر هو
الآخر، أيضا بعمران الوطن، المصالح تاع المستقبل تاع الأجيال اللي جاية. حينما تتآمر على الوحداني يغفر لك، ولكن ليس من حقي لا تاريخيا ولا نضاليا ولا أخلاقيا ولا شرعيا أن أسكت، لأن هذا يعتبر تآمرا في الوقت اللي بدأ أشخاص، ماشي غير كنقول غير بوليد باش نكونوا واضحين شويه، اللي كاين لا نشخصين المشكل. هناك بزاف د بوليدات، وهناك بزاف تاع الناس اللي يخونون أوطانهم ويخونون جماعاتهم ويخونون فرقهم. هذا شيء طبيعي. رجع لي شي تجربة سياسية ولا دينية في التاريخ، أعطيني شكون. الإسلام كان المنافقين في الدرك الأسفل، يهوذا الأسخريوطي في الديانة المسيحية، التجربة الأخرى كذلك اللي كانت في الديانة اليهودية مع السامري. أعطيني شي تجربة سياسية أخرى ما كانش فيها هاد الخيانات، كانت حتى في التجارب السياسية الإنسانية ما كاينش يعني الخيانات كاين هي شيء متوقع دائما، لأن الإغراء تاع السلطة والإغراء تاع المال والأطماع تاع النفس دائما كتوصل الإنسان لهذه الخيانات. وغادي نختصر. الحسن الثاني خانه الدليمي وخانه فقير. أنا كنتكلم على مستويات كاع اللي كتسير دول، وبالأحرى حنا كنتكلموا غير على منطقة فيها 2 كيلومتر على 2 كيلومتر. بوتفليقة والمجموعة اللي قبل منه كذلك في إطار الصراع مع بن بلة، وقبل في المرحلة تاع الجزائر في الستينيات والسبعينيات. رجع لي التجربة تاع بن علي في تونس مع الرئيس بورقيبة. رجع لي في قطر الأب مع ولده. هذا الشيء في التاريخ، التجارب الرومية. يعني بالتالي في آخر المطاف هذا الشيء هو سلوك إنساني منتظر. أنا غير بالنسبة لي باش نقول بأنه إذن سي محمد، إذن في نظرك واش كاينه شي مساومة بين مخزن وبوليد على أساسها بوليد ضمن رئاسة المجلس البلدي على مستوى إقليمي؟ المجلس الإقليمي. المجلس الإقليمي. إذا غنقول واحد المسألة. أنا الآن للتاريخ، بوليد كان كيترشح في الجماعة القروية ما كانش كينجح. بوليد جابوا لنا عبد الوهاب بالفقيه سمحه الله. الناس ما صوتتش على بوليد في الإقليم باش نكونوا واضحين. الناس صوتت على الفريق تاع عبد الوهاب بالفقيه، وهو كان ناطقا رسميا باسم عبد الوهاب بالفقيه، لا في الإعلام ولا في الراديو ولا في الجرائد ولا حتى في الحملة الانتخابية. كان في الإدارة تاع الحملة تاع عبد الوهاب بالفقيه، والتزكيات تاع الاتحاد الاشتراكي في الإقليم كانوا عند بوليد. إذا بالتالي ولا بغات تكون الصفقة كتكون في اللاعبين الكبار. بوليد باقي ماشي لاعب كبير. اللاعبين الكبار اللي كيلعبوا الانتخابات فايت بعمر الجميع كيعرفهم. إذا بالتالي هنا الذي وقعت فيه أنا كنعاود كنقولها للتاريخ، الخطأ أتحمل أنا مسؤوليته. وهذه واحد الفرصة اللي جات باش نقولها. أنا اللي هديت راسي اللوبيات بواحد الطريقة تاع أنني في آخر المطاف كان علي أن أحترم تاريخي، وكان علي أن أحترم كذلك الفريق فاش كان تحرك كله، ونحترم واحد العدد الأمور اللي وضعني فيها تاريخي ووضعني فيها حتى الشعب.